الانتخابات مش على مراكز، الانتخابات على فرضين. فرضين هيزيدوا على المنظومة الرياضية اللي عملها نادي المريخ. المريخ بقاله سنتين عامل منظومة جيدة جدا منظمة، فعلا مفيش مشاكل، في استقرار فني واداري ومالي. الانتخابات على منصبين، يعني مش ما تقولش مناصب، تقول على فرضين يكملوا الجلسة. احنا مفيش فرق بين الرئيس وعضو مجلس الإدارة، كلنا واحد. اينما كان الاثنين اللي هيجوا هي شرعية كاملة ليه. بالنسبة للرئيس شرعيته كاملة هياخدها وصلاحياته كاملة هياخدها في حدود المنظومة المعمولة مع مجلس الإدارة. الأربع أعضاء برضه تعرفهم الأعضاء الجمعية العمومية المرشحين؟ يعني النهاردة مش قادر أقول لك الأربعة على وتيرة واحدة. النهاردة لما تيجي تتكلم عن أحمد جوهر، لاعب النادي، دخل النادي 10 سنين، خدم النادي في سنوات طويلة، معظم مستحقاته المالية ما كانش بياخدها، تفانى في عمل النادي، ترك فرصة كانت جاله جميلة في النادي المصري ما راحهاش وكان فيها جزء مالي كبير، فضل اللعب في المريخ. كان روحه مع المريخ، اخر حاجة انه اتكسر في نادي المريخ، ده ما اقدرش انكره. وعلى فكرة يمكن من السنتين اللي فاتوا كنت واخد رأيه في حاجات كتير قوي فنية. بالنسبة لكابتن سمير مين ينكره؟ سند جامد ليا في السنتين، سند جامد جه معايا في كل المشاكل اللي في النادي، كان بيجري معايا. يمكن سمير خضير هو السبب ان احنا لعبنا على ارضنا هنا. سمير خضير كنت انا فعلا وصلت لمرحلة سيئة جدا مع المسؤولين، هو صلح المسألة دي وخلاني العب. سمير خضير كان سند، كنت كل ما اقول عايز اسند كنت بسند على سمير خضير، فده برضو جدير ان هو برضو بالرئاسة زيه زي احمد جوهر. عبد الخالق كان خدام النادي 7-8 سنين قبل انتخاباتي، حتى قبل مجلس الاداره كنت انا مركز مدير ناشئين. كان عبد الخالق راجل بيتفانى في عمله، كنت سايب له الناشئين. عبد الخالق قدم اولاد كتير واجيال كتير. عبد الخالق كان كشاف النادي في 7 سنين كاملين، ولذلك حتى الناس بتقول انا متعاطف مع عبد الخالق. مش متعاطف مع عبد الخالق عشان انا بحب عبد الخالق ولا بكره ممدوح وبحب ممدوح وبكره عبد الخالق. انا بحب عبد الخالق عشان هو عايز يجي يشتغل في المريخ وليس عايز يجي يقعد في النادي المريخ. انا بحب الراجل اللي جاي يشتغل وبحب اللي يبذل نقطه عرق في نادي المريخ. ببقى حريص جدا على الراجل اللي بيبذل مجهود في نادي المريخ. عايز ممدوح فرغلي انسان محترم، لعب في نادي المريخ، قعد 4 سنين فريق اول مع بلتراو. يمكن هو من الناس الحبايب ليا وانا بتمنى له التوفيق. هل الانتخابات دي هتأثر على مسيرة نادي المريخ استحالة الإدارية أو الفنية؟ استحالة. الانتخابات أينما جاي سمير خضير، أحمد جوهر، هيبقى في نفس الشرعية، في نفس المنظومة. محمد عبد الخالق، ممدوح فرغلي، مش هيضيف حاجة غير المجموعة عايزاها. لكن في إضافات لهم بقى تانية بقى. لسه الاثنين شباب، اللي يقدر يجيب حتة أرض، اللي يقدر يعمل تطور في النادي. صدقني الاثنين اللي فوق استحالة. يمكن اللي كنت بتكلمني فيه امبارح كلام صح. انا مش هدي صوتي. هدي صوتك لمين؟ صوتك لسمير وتسيب جوهر، ولا تدي صوتك لجوهر وتسيب سمير؟ مش هينفع. انا خسران حاجتين وانا مروح، وكسبان حاجة. انا كسبان في الانتخابات في الاخر اللي هينجح، وخسران فعلا حاجتين، انها هتأثر نفسيا جدا جدا على اي واحد فيهم هيمشي زعلان، مع العلم ان احنا متفقين اتفاق قوي جدا. انا متفق مع سمير خضير ومتفق مع احمد جوهر ان مع اول جلسة لازم اللي ربنا اراد ان مش ما يكونش موجود يكون موجود ويكون بيمارس عمله معانا، يعني كعضو شرفي للنادي ويساعد. ده انا مش هديله عضو شرفي، ده هديله الرئاسة الشرفية كمان للنادي، لان الاثنين صح. تعرف انا اول امبارح كنت نفسي اقول للمسؤولين في الجمعيه العموميه ان انا انزل عضو الاثنين يجوا رئيسه، نائب ورئيس، لان النادي ما يقدرش يستغنى عن ده او ده. الاثنين حاجه جميله جدا، وانا مبسوط جدا جدا. واذا كنت مش هدي صوتي فانا مش هدي صوتي عشان انا فعلا مش هقدر ادي. الحمد لله في النادي اذا كنا خسرنا المباراه الاخيره 3-1 ده نتيجه رعونه وعدم ضبط نفس لبعض اللاعبين داخل ال 18. كابتن حسام ادار المجموعه بنزاهه، فعلا من المدربين الجيدين جدا اللي اشتغلوا.
وكان من المركز السابع وصلها الثاني، وانا ثقتي في لعيبتي وكابتن حسام ان فعلا هيوصلوها تاني للمنافسه، وان شاء الله انا بوعد لسه وما زلت بوعد ان المريخ ضمن الثلاثه الاوائل. واحنا جددنا الثقه في الكابتن حسام ورجاله، وجددنا الثقه في لعيبتنا وواثقين فيهم تماما ان هم يقدموا، ولا مساس بالناحيه الفنيه ولا مساس بالامور الماليه. هياخدوا فلوسهم في ميعادهم. ال 15% هتصرف يوم 22، واذا كنت مستني ان انا اصرفها يوم 22 عشان اخلي الرئيس الجديد يمضي على اول شيك يفرح اللعيبه. انا كان ممكن اصرف المبالغ دي بدري، وبشكر فيها السيد المحافظ والجهاز التنفيذي والجهه الموارد بتاعه النادي، لكن انا بقول ان رئيس النادي يجي على فرحه، فعايز يمضي على اول حاجه ال 15% بتوع اللعيبه عشان حتى تبقى الفرحه ما بينه وبين اللعيبه.